يا مساء الفل. مش بتعملوا السمك كده ليه يا جماعة؟ لازم بقى تجربوا طريقة السمك دي. الأولاد هيقولوا عليه كنتاكي مش سمك. حاجة كده ما شاء الله، تتبيلة تحفة جدا، كفر مقرمش قوي، وسمك من جوه كده ملبن معايا. طبعا ده سمك فيليه. تعالوا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. وهو بقى ايه مجمد كده شوية. هعمله كده قطع بالسكينة، طبعا على حسب القطع اللي انت عايزاها. بالشكل ده ما يكون مجمد شويه بيبقى تقطيعه مظبوطه معاكي. خلاص كده. تعالوا بقى كده نجهز التتبيله. معلقه كبيره من الثوم الناعم، ثوم مهروس او ثوم ناعم، معلقه صغيره كمون، رشه فلفل اسود، معلقه كبيره خل، عصر ليمونتين، ومعلقه صغيره كده مليانه من الملح. واقلب كل ده مع بعضه. تمام كده معايا زي الفل. اتبلهم كويس جدا بقى وهسيبهم كده في التتبيله شويه، زي نص ساعه ساعه بالكتير قوي. تعالوا بقى هنا في طبق كده او بوله، كوبايه كبيره من الدقيق او الطحين، عليها معلقتين كبار من النشا، ومعلقه كبيره مليانه من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره كزبره، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره مليانه من الملح. بس كده نقلب كل ده مع بعضه. هاخد بقى نص كمية الدقيق بالبهارات دي في طبق، ونص التاني خليه في البولة زي ما هو. يعني هقسمهم لقسمين يعني. كده معايا زي الفل. حبة كده في الطبق نصهم، ونصهم زي ما هما كده في البولة. وهجيب بقى كوباية مية كده دافية، وهنزل عليهم كده بنص كمية الدقيق اللي انا سايباه ده، وهقلبه كويس جدا، اخليها عجينة سايلة كده شوية. افضل اقلب كده، لو محتاجه ميه تاني هديها، مش محتاجه خلاص. هي اخدت كوبايه ميه دافيه معايا، فانت تنزلي الاول كوبايه الا ربع. محتاجه الربع التاني مفيش مشكله، ما احتاجتهوش تمام. هنا حسيت ان هي محتاجه معلقه دقيق كمان، خدت كده من الطبق التاني وظبطت كده يعني السمك بتاعها. هجيب بس معلقه، عايزه اوريكم القوام بتاعها بالشكل ده. عجينه كده سايله جميله. معانا السمك كده عدى عليه زي نص ساعة في التتبيلة، كان ما شاء الله زي الفل. هنا بقى كده معايا العجينة السايلة والعجينة الجافة. هحط كده في العجينة الأول السايلة، وبعد كده أعفره بالدقيق، وبعد كده الزيت معايا غزير وكمان سخن. هخلي بقى النار دلوقتي وسط، وهنزل بقى كده بكمية السمك يعني. ننزل كده في العجينة، بعد كده نعفره كويس جدا في قلب الدقيق الجاف المبهر معانا، وبعد كده ننزل في الزيت. النار تكون وسط، كل شويه كده ياخد لون خفيف اقلب، ياخد لون خفيف اقلبه على الوجه التاني. تمام. ما تقلبوش خالص ولا تيجي ناحيته الا لما ياخد لون كده مصفر معايا. نفضل نقلب كل شويه فيه لحد ما يدينا لون كفر كده زي الكنتاكي. خلوا بالكم لان سمك الفيليه مش بيستحمل طري جدا، فما ينفعش اقلبه وهو لسه ما خدش لون. تمام. النار دلوقتي مخليها وسط. اهدي بقى النار خالص واطلع الرصه كده. اللهم بارك، واخد لون حلو قوي وكفر تحفه جدا. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله يا بنات قمر، حاجه كده عسل قوي. ريحتها ما شاء الله جميله جدا. شايفين بقى؟ ايه رايكم؟ طلع بقى الكميه معايا بقى كده مصفى صغننه مخصصاها لتنظيف الزيت عندي. كان لها ايد يا بنات بس الايد اتخلعت. انضف بقى كويس جدا الرصه، وبعد كده احط بقى الرصه التانية على رواقه بقى، يكون الزيت كده رايق وجميل ونضيف. خلص بقى الكميه كلها. عايزه اقول لكم ان ده كميه كيلو واحد من الفيليه. عايزه اقول لكم ما شاء الله الكيلو ده بيعمل كميه كبيره جدا من الخلطه القمر اللي احنا عملناها دي. بتضاعف كده القطعه بتاعت الفيليه. شايفين عامله ازاي؟ القطعه كنت يعني عاملاها قدامكم مقطعه ما شاء الله، مش كبيره صغيره. ما شاء الله في كميه العجينه والكفر الخارجي اللهم بارك، بتكبر القطعه وطعمها حلو جدا. قد ايه مقرمشه من بره. شايفين الجمال يا بنات؟ ايه رايكم بقى؟ واخد لون حلو قوي، كفر تحفه جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى من بره مقرمش، من جوه كده قلبه عجميه عسل كده، لحم ابيض نضيف جدا. بصوا، ايه رايكم؟
جربوا بقى الخلطة السهلة البسيطة هتعجبكم جدا. جنب عيش بقى وسلطة وشوية طحينة كده او شوية رز ابيض زي العسل. باذن الله برضو يا بنات سايبه لكم المقادير بتاعه الدقيق او الخلطه اللي انا عملتها معاكم دلوقتي، موجوده عندكم في صندوق الوصف، وكمان مثبته في اول التعليقات على صفحتي على الفيسبوك. عايزه بس كده اسمعكم القرمشه بتاعه الكفر الخارجي، بصوا تحفه جدا يا بنات. قولي لي بقى بتتابعيني من اني بلد، ولو عجبتك الوصفه لايك وشير وقلب حلو منك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.